اهلا يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جاتكم فيديو جديد، روتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. هنا اول حاجه بدأت بيها يومي كان الفطار. طبعا عملت فطار اللي هو العيش الشامي ده، وبيض وجبنه موزاريلا. ده من اكتر يعني الفطار اللي انا بحبه عامه يعني. هنا بقى ده بريك اللي هو ده بديل حلو جدا. كنت هنا بقول لكم من النوع ده انا جايبه الطعم ده، جايبه جديد اجربه، اللي هو بالبندق. بس انا ما حبيتهوش، انا حبيت اللي هو بحبيبات القهوه حلو قوي. وممكن ما حبيتهوش برضه قوي، بس يعني الناس اللي بتحبه فهو طعمه حلو قوي. والنسكافيه برضه منه حلو جدا. وكمان النسكافيه اللي هو اسمه كافيه مصر تقريبا، اللي هو البلاك ده برضه كويس جدا. وابو عوف برضه البلاك كويس برضه حلو جدا. يعني حبيت بس ان اعرفكم الحاجات دي عشان الناس اللي لسه الحمد لله مستمرة ومقاطعة. احنا كلنا الحمد لله مستمرين ومقاطعين. آه بس قبل ما ابدأ الفيديو اتمنى منكم ان انتوا تدعموني، وتفعلوا كده جرس الاشعارات عشان الفيديوهات توصل لكم، وتشيروا كمان الفيديو لاصحابكم وكده. النهارده بقى ده روتين يوم الخميس. انا متعودة حاليا يعني يوم الخميس بحاول اخد جزء، مثلا حاجة عايزة تتنضف تنظيف يعني اللي هو عميق عفوا، وابتدي ان انا اعملها. يعني النهاردة انا عملت اسمها ايه، عملت المطبقية مثلا والحوض وكده تنظيف عميق. في يوم تاني مثلا هعمل يعني مثلا بعمل تحت البوتاجاز، تحت الغسالة، الحاجات دي هغسل التلاجة من جوه. بس مش بعملهم يعني، دول مش بعملهم كلهم في نفس اليوم، استحالة. حاساه هيبقى ضغط كبير قوي عليا ان انا اعملهم مثلا كلهم في نفس اليوم او كده. صعب جدا في وجود اطفال، او حتى لو يعني ولاد الكبار او مفيش اطفال برضه هيبقى ضغط، هيبقى تقيل قوي برضه. فصعب جدا، والجو اصلا لوحده مش مستحمل، جو تعب. الفيديو ده اصلا متصور بقاله كتير وانا ما نزلتوش، لان بصراحة ما يعني تعب، حرفيا تعب، بس الحمد لله. فزي ما انتم شايفين كده بشيل بقى كل الحاجات اللي على الحوض بشيلها وبغسلها. أه بحط حبة من زي ما انتم شفتوا من اسمها ايه، انا بجد بقيت بنسى من اللهلوبة. بنضف حلو قوي، بيتلمع حلو قوي. فانا يعني بحب بصراحة ادخلها في التنظيفات، في الروتين نفسه بتاع التنظيفات انا بدخلها فيه. هي مش مزيلة للدهون، انا جربتها في حتة ازالة الدهون دي، بصراحة ما كانتش حلوة معايا بس هي حلوة في تلميع اللحوم. الرخامة برضو لو بتلمعيها بتغسليها بيها وبتشيلي هي بصي مشكلتها ان هي بتعمل صابون كتير، تمسحيها بتدي لمعة الرخامة حلوة قوي. بس بقى كدهون وكده انا كنت جايباها بصراحة عشان الدهون. هي بصراحة لا، هي ملهاش علاقة، مش عارفة، او انا استخدمتها غلط برضو، انا مش عارفة. لو حد مثلا استخدمها بطريقة معينة للدهون وكده ينفع يقول لي يا ريت يعني بس انا زي بقول لكم بدخلها معايا في التنظيفات كلها، جميله 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 تحفه. فالنهارده طبعا كان يوم الحوض. فابتدي كده انضف كل حاجه وبركنهم بنشفهم. لان الحاجات دي طبعا المطبخ والحاجات اللي زي كده بتلم ترسبات من الميه اللي بتنزل من المواعين، فلازم طبعا تتنضف برضو اول باول عشان يعني ما تتزايدش عليكي بقى ويبقى عليها حاجات وتتعبي في تنظيفها. فعشان كده يعني المطبقية برضو بعملها كل شوية، بغسلها في الطبيعي بعملها يعني هي مكانها كده، وبروح مسحها في فوطة. بس لما يعني بحس ان بقى عليها زي ترسبات وكده لازم خلاص تتشال وتحتها يتغسل وكل الكلام ده.
انا بقسم يعني الحاجات بالطريقه دي، بقسم اللي هي التنظيف العميق عامه، مش باخده كله في نفس اليوم، استحاله، صعب جدا. يعني مثلا لو بتغسلي مثلا حاجه في يوم سجاد، في يوم ستاير، هكذا. فكرتوني بالستاير. عايزه اغسلها بس بصراحه الجو صعب. هنشوف بقى ان شاء الله. ربنا كده يبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفتقدين يا رب، يبلغنا واحنا في احسن حال وصحه، وبارك لنا في اهلنا وفي ولادنا والدنيا تبقى طبعا مع الناس كلها بالسلام، وينصر اخواتنا في فلسطين ويثبتهم يعني، وكل البلاد تكون يجي على رمضان كده وهي بخير يا رب، اللهم امين. وما فيش حد ابدا زعلان ان شاء الله ساعتها يعني. ممكن اعمله يعني قبل رمضان الستاير باذن الله، والسجاد برضه، بس السجاد بالنسبه لي عادي، انا بوديه مغسله، ما بغسلهوش بصراحه في البيت. شايفين بقى الحوض، شايفين درجه اللمعان. الحمد لله. فعملته. وهنا بقى كنت هعمل ايه، ده الروتين ده بيبقى من يوم الخميس بالليل مش بالنهار. عملت زي ما شفت كده الحوض ده خلصته، وعملت كمان انا بقى كنت بعمل محشي. هنا بعمل تسبيكه، قطعت كده بصلايه، واحط ورق العنب اسلقه، وضربت بقى طماطم وحطيت توابل وشكرا. هنا عملت تتبيله الفراخ، حطيت بصله وفلفل وطماطم وتوابل وحبه توم مش كتير، يعني حبه توم مش كتير. وهضرب كل ده مع بعض، وهتبل بيهم الفراخ، اسيبها بقى في التلاجة لحد ما تتبل لتاني يوم، بعدين هدخلها بقى الفرن ان شاء الله تاني يوم. يعني بوريكم الفلفل اللي انا مفرزاه برضو. وحطيت توابل اللي انا وريتها لكم، توابل جاهزه بتاع فراخ جاهزه، تتبيله بهارات اللي هي بتاع الفراخ المشويه. وحطيت برضو توابل من اللي هي الاساسيه، فلفل وكمون وبصل بودر وتوم بودر هكذا يعني. ده ورق العنب اللي انا واخداه من ماما، هي يعني مفرزاه كده، فهسلقه. وعملت كمان ضربت التتبيله، وده كده ورق العنب بعد ما اتسلق، والتسبيكه بعد ما طلعت سيبها تبرد. اعمل ايه كمان هنا بقى، ده تاني يوم. اعمل ايه كمان، هو ده تاني يوم اصلا مش اول يوم. المهم على فكره، لا انا التتبيله ما حطيتهاش على الفراخ وسبتها تتبل، معلش والله الفيديو فعلا بقاله فتره. التتبيله انا ركنتها في التلاجة، وتاني يوم سلقت الفراخ وبعد كده حطيتها عليه، لان انا كنت عايزه شوربه فراخ. وعملت بقى منها ملوخيه، وزي ما انتوا شفتوا حطيت بقى الصلصه كنت واخداها من المحشي على ورق العنب، لان ما كانش عندي ليمون. وعملت بقى ملوخيه، وعملت ورق عنب، وعملت فراخ في الفرن. بجد